بس ما قلتليش البدله دي انت جايبها منين؟ فجله ولا؟ اديني اهو يارا اتكلمت حلوة. على البدله بتاعت الملك فاروق او حسب الله الرابع او السادس عشر. دي يا منزل. ممكن تغطي الطبق تاني عادي، ممكن تغطيه. لا عشان تعيدها لا تاني. خلاص، لا مش هنعيدها تاني، بس غطي الطبق. ايه ده؟ خلاص بابا معلش. لما نلاقي ده خلاص مش لا هنقول. سيبها زي ما هي، سيبها زي ما هي، غطي الطبق تاني. ايوه خلاص اهو. ده جامده قوي. معلش يا قلبي ده حقك شطه عليا هندي دي ولا؟ والله حقك عليا. يلا السؤال الجاي. سؤال اتفضل. بعد اذنك بقى. لا اتفضل يا باشا المايك معاك. اتفضلوا اسالوا. لا بعد الحلقه احنا عنينا. لو اتعرض عليكي فنان يعمل معاكي دويتو، انت ترفضي مين وتقولي على اسمه؟ طب ما تعكس السؤال وتقول لي انت حابه تعملي مع مين؟ لا لا. لا لا لا. مش ده السؤال، فهمتي السؤال غلط. اتعرض عليكي فنان يعمل مش معاكي دويتو، هينفع اقول عشان هم كلهم حبايبي. خلاص مش هينفع، يبقى هتلفي. بس الموضوع بس ده بسيط. سؤال، انا لو واحد جه قال لي لو اتعرض عليك فنان مين يعمل معاك؟ انت لو اتعرض انا بقول لك عمر كمال لو جه قال لي هتعمل معاك اعمل معاك اغنيه هقول له لا. بس اعتبر عمر ايه كمال. المشكله؟ اعتبر عمر كمال مش عايز اعمل معاك. عمر كمال خلاص يعني انت بترفضي تعملي مع عمر كمال دويتو؟ اه هو اتعرض عليه وهي رفضت. ليه بقى؟ ايه السبب؟ صوتها قوي. برضه معلش، برضه الفن هنا، الفن هنا ليه ناسه. صوتها قوي. يعني المشكله ان انت الموضوع صوتك محرج قوي. قوي يا جماعه. الموضوع بيك يا استاذ والله العظيم. بصي انا بس اسئله يعني جميله ولذيذه. سلسة. عادي. ده انا مش انا عارفه نطقت، انا قلت الصراحه. انا كده حاسه ان بعد البرنامج عارفة؟ مصر كده أنا مش هتخصمني قادرة بسبب أتكلم. انا عاوز اقول لك الموضوع على انا عاوز اقول لك على حاجه، آه. اللي انا سعيد سعاده مش على حد. ليه يا بيك؟ سعيد كده. طب بقول لك ايه يا بيك، قول لنا بقى انت ايه سر سعادتك او الففك انت تاكل. سر سعادتي؟ زعلان انت بقى من عمر كمال ليه؟ لا بقى انا ده عاوز حلقه كامله بقى. لا مش ممكن- حلقه كامله. دي ممكن قول لي ورقة اخر وقلم موقف. وهات. قول لي اخر موقف. معلش يا يارا ثانيه اخر واحدة. موقف. طب طب. انت كده قلت والناس مش فاهمه حاجه. خلاص قول لهم اخر موقف. بص لكل المشاهدين وكل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي، حابب اقول لك لما انا اتصلت بيه قلت له انا عاوزك تطلع معايا، كان عنده رد الاختيار، يا يقول لي لا يبقى ده ايه شيء يسعدني. لما انت تيجي تقول لي انا جاي وحدد لي يوم وحدد لك اليوم وبعد كده تخلف معايا، يبقى دي كده انا ازعل. ازعل كتير يعني. فعلا ما حدش ينفع يزعل بيك. بس لا هو ما حدش ينفع يزعل اما بيكي. تعالى قول هو لي كده فعلا. تعالى قول لي من الاول انا مش هينفع اشيلك فوق دماغي، بس تقول لي انا جاي وافضل الاستوديو وما تجيش. لا. طب انت اصحاب عمر يا بيكا، يعني عايزه نعديها له عشان ده صاحب عمر. وهتجبركم وانا اعلمه، الله. هتجبركم وانا افهمه. طب ده معناه ان انت زعلت بجد ومش عايز تعديها له؟ لا مش دي في قعده عرب، هو قعده كبيره وممكن بس بعد ما اخلص. يا عمر يعني مش عايز تطلع، قول مش هطلع. ليه بقى يعني؟ ملهاش لازمه والله. انت كمان معاك. يعني عمر والله مش عايز اتفقنا تطلع، في قول حاجة. مش هطلع. اتفقنا انا احنا شايفه الثلاثه ان بحاجه بيكا عنده غلط. حق والله. يلا قولي بقى. انا والله شايفه ان بيكا عنده حق. يعني انت عمر مش عايز تطلع معايا في الحلقه، اقول له لا مش هطلع. مش تدي له ميعاد وتقول له خلاص انا هاجي في الوقت الفلاني وبعدين. بس هو يعني طلع لك عذر برضه، بعت لك تيكت طيران. ما انا لما ابحث على تيكت الطيران والاقي ان الطياره دي اصلا مش موجوده وتيكت مضروب، ده يزعلني برضه. بس انا مش عاوز اتكلم بقى في كده، الكلام كتير. خلاص يا جماعه احنا لما تجيبي ابنك وتربيه لازم تعرفي دي حقيقه. دول تربيتي، دي حقيقه. فانا لازم افهمهم بس. خلاص مش ده عتاب لعمر كمال على الهواء عادي. عادي على الهوا بقى. عمر دي على الهوا اول مره. بيكا لانه ابيض من جوه فبيقول على كل حاجه اللي بصراحه. صح. يعني انا صريح يا ابني. دي حقيقه. دي احلى حاجه فيه. لفي بقى ولا قولي بقى ولا انا لف. لا انا هسال يارا بقى شاركوا سؤال. معايا.